فيلم النهارده بتدور احداثه قبل 2000 سنه لما كانت الارض متقسمه الى 4 هم المتحكمين في الماء ودول يقدروا يحركوا الميه، وهم المتحكمين في النار ودول يقدروا يحركوا النار، وهم بيبقوا متحكمين في التراب او الارض ودول يقدروا يحركوا اي صخور، وهم المتحكمين في الرياح. وكان دايما يبقى في شخص واحد اسمه الافاتار، والافاتار يقدر يتحكم في ال4 عناصر، يعني يقدر يتحكم في الرياح والماء والنار والارض، ووجوده مهم جدا عشان يقدر يعمل توازن ما بين ال4 دول. ده من أمة المتحكمين في الرياح، اتولد لقى نفسه هو الافاتار، ولكن اليانج لما بيلاقي المسؤوليه كبيره دي هتقع عليه، وانه هو مش هيقدر يمارس حياته الطبيعيه زي باقي بني الادمين، ولازم ياخد باله من 4 قرر انه هو يهرب بسبب صغر سنه. وبيفوت بعد كده 100 سنه ديكتار، واحده من امه الموت في الماء، وده اخوها واسمه سوكا. كتر لسه بتبتدي تتعلم التحكم في الماء، يعني لسه ما بقتش محترفه، بتخلص التدريب بتاعها هي واخوها. بعد كده بياخد الطريق للرجوع الى القبيله، ولكن في الطريق بيسمعوا صوت تحت الجليد. بيبدا سوكا يخبط في الجليد عشان يعرف ايه مصدر الصوت. ده فاز بكل كبيره جدا مليانه، وهو بتخرج من تحت الجليد. وزي شخص زواها بيشاهد سوكا بينصح اخته ان هم يمشوا، ولكن اخته بتبقى مصممه تعرف ايه ده. بتخبط في الكوره فعلا لحد ما بتتكسر وبيطلع منها ضوء لحد السماء، وبيشوفوا ضوء ده الامير سوكا والاميره سوكا، بيبقى ابن الملك المتحكمين بالنقد. بتعرف كتار واخوها سوكا من الكوره بعد ما انكسرت، فبيلاقوا كائن غريب جدا وجنب الشخص مات. بتقرب كتارة منه وبتلاقيه مغمى عليه ومجهد جدا، فبتقرر ان هي تاخد معاها للقبيل، وبيستعيد عافيته بسرعه جدا. بس هو لسه ما يعرفش ان هو كان نايم في قلب الكوره دي 100 سنه، ويبقى خوفه وغضبه من كونه الافاتار واللي شويه، فيبقى عايز يرجع للقبيله بتاعته. ولكن في الوقت ده بيكون الامير سوكا شاف الضوء، وجا هو ورجالته. في معلومه هنا بقى، في غياب الافاتار استبدت الملكه النار على كل الممالك الثانيه، وبقت تحتل القرى والبلاد، وما بقاش قدامها اي حد، وخصوصا انهم يستخدموا القطر والسفن قويه جدا. والحاجه الوحيده اللي فعلا مخوفاهم هو ظهور الافاتار. الجندي بياخد اندي وبيوديه لسوكا، وسوكا بيكشف دماغه فبيلاقي عليه علامات في الرياح، وهو عارف ان الافاتار هيبقى من المتحكمين في الرياح. فقال له انت هتيجي معايا السفينه بتاعتي والا هدمر القريه دي كلها. انجا عشان ما يزيش حد بيروح يانج فعلا مع سوكا. وجنوده بتوعه كتار تلوم في اخوها عشان لوحده، وان هم ما دافعوش عنه، خصوصا هي حاسه ان حد هي اللي هتلاقيه فهو مسؤوليتها. اخوها بيحس ان هي عندها حق، بس خلاص هم مشيوا، هيلاقوهم ازاي؟ فاز بصوت بره، وبيطلع الكائن اللي كان موجود مع انك في قلب الكوره. وبيطلع الكائن ده بيقدر يطير السفينه، بيكون عم الامير سوكا. بيقول لانج ان احنا بس هنعمل اختبار بسيط وبعد كده تقدر تمشي. ويبدا الاختبار فعلا باول حاجه شمعه، وبتتحرك النار الشمعه دي ناحيه انج. يبقى كده هو نجح في اختباره ده، وبرضه في اختبار الثاني بتاع الماء بينجح فيه، وبينجح برضه في الاختبار الثالث وهو اختبار عنصر الارض. وطبعا هم مش محتاجين اختبار رابع لان هو من امه المتحكمين في الهواء. هنا بس بقى سوء بيقرر ان هو ياخد معاه الى مملكه النار. فانك طبعا بيرفض وبيقول لهم انتم كده كذبتوا علي. عم سوكا بيوضح له وبيقول له ان ما حدش قبل كده نجح في الاختبار ده، عشان كده قلت لك هو الموضوع بسيط وهتمشي على طول. هنا انجي بقى بيقرر ان هو يهرب، وبيستخدم قدراته على التحكم في الهواء، وبيهرب منه، وبيقدر يتغلب على الجنود اللي موجوده على السفينه كلها. بيستخدم القدره دي بالنسبه لانج اهزام الجنود دي امر سهل جدا، ولكن بعد ما ينتهي منهم بيلاقي نفسه على السفينه في نص البحر، ولكنه بيسمع صوت الكائن اللي بيطير. فبيقرر ان هو يطير باستخدام قدراته على التحكم في الهواء، وبيقدر يهرب منه وينج بمساعده سوكا وكتار. اول ما بيوصل لهم يقول لهم ان هو هيرجعهم للقريه بتاعتهم، وبعد كده هو هيروح لقريتهم، ولكنهم بيقولوا له انهم هيكملوا معاه المشوار وهيروحوا معاه. بيوصلوا يانج يبقى سعيد جدا لانه راجع للمكان اللي اتربى فيه واتعلم فيه، ولكن السعاده دي بتتحول لحزن بسرعه، وده لانه بيكتشف مملكه النار قتلت كل الناس اللي هو يعرفهم. وهنا كتار بتقول له بقى ان هو كان موجود في القرى دي لمده 100 سنه، وبيلاقي في وسط الجثث دي قلاده كان هو عاملها للمعلم بتاعه اللي علمها كل حاجه. وهنا بقى انجي بيتعصب جدا وبيتظاهر على بعض قدراته كافاتار، ويناول الافاتار هو الشخص الوحيد اللي يقدر يتصل بعالم الارواح. خانك بيلاقي نفسه في عالم الارواح وهو مش فاهم هو وجهنا ازاي وليه، لكنه بيلاقي قدامه كهف بيتخلق، فبيلاقي روح 2 تنين، وبتسألي انت كنت فين في الفترة اللي فاتت دي كلها، ولكن ما بيلحقش يجاوب لانه بيسمع وهي بتقول له حاول تهدى، احنا هنفضل جنبك ومش هنسيبك، كلنا عيلتك. في الوقت ده القائد جار، وهو القائد قوات مملكة النار، بيقابل الامير سوء، والقائد جار والامير سوكا في بينهم خلافات سابقة. بيدعوه ان هو يتغدى معاه على السفينة بتاعته، ويوافق سوء. وقبل ما بيتغدى القائد جار بيقف قدام الجنود وبيقول له يسمحوا لي نرحب النهارده بالامير المعاقب من والده معانا على الغداء، وبالرغم من ان ملكنا المعاقب ابنه بعدم ارتداء زي مملكه النار، لحد ما بيلاقي الافاتار اللي هرب منه.
ولكن احنا النهارده هنسيبه يلبس كانه عيل صغير فرحان بلبس العيد. سوكا بيتش بيقوم يلاقي إدجار وبيقول له انا هنا هلاقي الفطار ووالدي هيسامحني وهترجع تاني تنحني قدامي زي الاول. في الوقت ده بيكون انج قرر ان هو يواجه المملكه النقد، ولكن الاول بيحتاج ان هو يعرف الناس ان الافاتار رجع ان مملكه النار كانت محتله معظم القرى، لازم انج يهديهم عمل عشان يبداوا يحاربوا تاني مملكه النار. وفعلا الناس كثيره بتبدا تصدق الكلام ده وتنضم للصف وتقتنع بفكره هو اللي هيخلصهم من ظلم مملكه النار، ويبدا عينيك يتنقل ما بين القريه والثانيه ويخش الاسواق الجنود مملكه النار قدام الناس، وكانوا كل قريه يخشوا ويخلصوا اهلها من جنوب النار. وفيها صوره انه بيقول له ان الافاتار راجع، ولكن يبتدي مشكله واحده قدامي، ايه هو انه هرب زمان قبل ما بيتعلم ان هو يتحكم في باقي العناصر، يعني هو ما بيقدرش يتحكم غير في الرياح. ولكن المعلومات اللي عند كسار قليله جدا لان هي اصلا اساسا مبتدئه، فهو محتاج معلم يعلم التحكم في الماء. فبيتركز انج عالم الارواح، بيتركز التنين اللي هو شافه وبيعتقد ان هو لو قدر يتواصل مع دي تاني ممكن تساعده، فبياخد الكائن اللي يطير وبيروح بيه على معبد الرياح الشمال عشان يدور على اي حاجه يساعده ويقول له معلومه تفيده، ويقدر بيها يتوصل مع عدد الارواح المعبد ده مهجوره والكهنه اللي فيها 200. وبالصدفه بيكون في واحد برضه في نفس التوقيت ده رايح المعبد وبيساله عن اللي حصل، والناس اللي كانت هنا كانت وهنا راحت فين. قالوا ان الجنود مملكه النار هم اللي عملوا كده. الراجل ده ما بيعرفش ان هو الافاتار، وبيقول له ان في كل مكان معبد جنود مملكه النار ما قدرش توصل له وممكن يفيدك. بياخده وبيروح المكان ده فعلا، وبيطلع المكان ده فيه كل الافتراضات اللي فات كلها على امر السنين، ولكن للاسف الراجل ده بيطلع الخاين، وجنود مملكه النار بتبقى متوقعه حركاته وعامله له كمين، وبيقدروا يسرقوا انج بسهوله جدا لانهم عدد كبير جدا. ولكن الوقت ده الارواح اللي هي بتتواصل مع الامن بتقول له راح انت مين على مكان المعلم جدا، وهيعملوا التحكم في الماء، والمعلم ده موجود في الارض الشماليه. وبيفوق إدجار قدامه بيقول له انت عايز مني ايه؟ قال له انا مش عايز منك حاجه، ما تخافش انا مش هموتك، لان لو متش هيجي الافاتار تاني غيرك، فانت هتفضل في القصر وهترجع معي لمملكه النار. واثناء ما القائد شاور يحتفل مع جنوده ان هو ماسك الاب يجي شخص مقتنع وبيتسلل للمكان اللي موجود فيه انج بيحرر رانج من قيوده. وبعد القتال مع مملكه النار بينصاب الشخص المقتنع ده وبيطلع شخص مقنع ده الامير سوكا. طبعا هو حرر عشان القائد جاره ما بيبقاش هو اللي ينتصر عليه. الغى بعد كده بياخد سوكا وبيسيبه في مكان امن، وبعد كده بيتوجه الى دينه الارواح قالت له عليه عشان يبدا يتعلم التحكم في الماء. فبيعرض نفسه لاميره المدينه وبيقول له ان هو اخر المتحكم في الرياح لان مملكه النار قتلتهم كلهم، وان هو محتاج يتعلم ازاي يتحكم في الماء. بعد ما انج بيتاكد كلها ان هو الاخر المتحكم في الرياح بتكلف القائد بتاعه ان هو يعلمه ازاي يتحكم في الميه. وبيعرف انج هنا سبب ان هو مش عارف يتعلم ازاي يتحكم في الميه هو غضبه من موت اهله كلهم، وان هو دايما حاسس ان هو بعد فتره من التدريب انج بتقدر مملكه النار ان هي تحدد مكانه، وبتطلع الجنود والسفن عشان تلحق انج لما يتعلم ازاي يتحكم في الماء. بيعرف انج ان جنود مملكه على ابواب المدينه، فبيقرر ان هو مع الارواح. فبيسال راح اتنين ايه الحل اعمل ايه، فراحت التنين قالت له انت يا فطار ورايح عن قوه المحيط. بيرجع انج ده وهو عارف هيعمل ايه بالضبط. بتكون جنود مملكه النار وصلت المدينه، ولكن الموضوع ده ما بيوقفش، فبيطلع على سور المدينه وبيقرر ان هو بقى يوريهم قوه المحيط الحقيقيه ويوريهم برضه قدره الافاتار. وبيقدر يتحكم في كميه ميه كبيره جدا حتى المتحكم في الميه وما بيقدرش يتحكم فيه طبعا. وبيبقى واضح لجنود مملكه النار انه رجع تاني، ومع ان انج كان بيقدر يموتهم ولكن الافاتار المفروض ما يزيهمش حد. فبيكتفي انج بانه هو وراهم بس نبذه صغيره من قدره من قوته. وفي اللحظه دي بينحن الجميع احتراما لانج وهو احتراما لرابط بالترجمه، وبتطمنه كتارو بتقول له ان المسؤوليه اللي عليه دي اكيد هو قدها وانه ما بيخافش وان كلهم هيفضلوا جنبه. وبيقبل انج كونه لقب انه هو هيبقى مسؤول عن ان السلام والرخاء يعم تاني على اربع الامم، وان ما فيش امه تطغى على امه او تزور. وهنا يخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا ليه